سؤال ظريف قوي وبيجيلي كتير. ابني ما بيحبش المذاكرة، أعمل إيه؟ أنا آسفة يا فندم لو إجابتي هتصدم حضرتك، بس أنا مش موافقة إن تركيزنا إن الولاد يكونوا بيحبوا المذاكرة. في رأيي المتواضع تركيزنا لازم يكون إزاي نعود ولادنا على المذاكرة سواء بيحبوها أو لا. المذاكرة بالنسبة لولادنا المراهقين هو واجبهم ومسؤوليتهم، وأحيانا بيكون الواجب ده هو الأهم أو حتى الوحيد. فالتركيز على فكرة إن إزاي ولادي يحبوا المذاكرة في رأيي حرق بنزين على الفاضي. ليه بقى؟ لأن المايند سيت ده، التفكير بالعقلية دي، بيخلي ولادنا يردوا علينا ردود من نوعية: مش بتذاكر ليه يا حبيبي؟ أصلي ما بحبش المذاكرة، أصلي مش متحمس، أصلي ماليش مزاج، أصلي فقدت الشغف للمذاكرة يا مامي. أنا بقى عايزة أقفل الخناقة دي من أولها أصلا، مش بس عشان ما نخليهمش يردوا علينا ردود من النوعية دي اللي غالبا كلنا بنقف قدامها ما بنعرفش نقول أي حاجة، لكن كمان عشان أنا عايزة ولادنا المراهقين يتعلموا مهارة من أهم المهارات اللي هم محتاجينها في فترة النضج، ألا وهي السلف ديسيبلين، الالتزام الذاتي. يعني ايه؟ يعني اني اعمل واجباتي والحاجات اللي انا مسؤولة عنها من غير ما حد يبقى واقف بيزن على دماغي. فاحنا يا حبيبي بنعمل اللي علينا، بنحبه ولا ما بنحبوش؟ وعايزة اسأل حضرتك سؤال، حضرتك اهو كبيرة وناضجة وعديتي فترة المراهقة الحمد لله، اسألي نفسك كده: هل كل حاجة بتعمليها من مسؤولياتك بتعمليها كل يوم بنفس الحب ونفس الشغف ونفس الإقبال؟ أنا هرد بالنيابة عنك: لا طبعا. أحيانا بتعمليها وانتي مبسوطة ومشرقة وعندك شغف، وأحيانا تانية بتعمليها وانتي ما عندكيش شغف خالص، بس بتعمليها برضو لأن دي مسؤولياتك وواجباتك. فكل ما نعلم ولادنا من وهم صغيرين مهارة السلف ديسيبلين دي، إن أنا أعمل اللي عليا وأعمل اللي ورايا من غير التفكير في الحب والشغف والحماس والكلام ده، كل ما هساعدهم جدا إن حياة النضج تبقى أسهل عليهم، وهيستفيدوا بالمهارة دي وهيفعلوها في الجامعة وفي الشغل وفي كل حياتهم. فلما يروحوا الجامعة اللي ما فيهاش المتابعة الشديدة والدقيقة بتاعة المدرسة، هيعرفوا يذاكروا وينجحوا، ولما يشتغلوا بإذن الله هيعرفوا يعملوا المسؤوليات اللي عليهم من غير ما يحتاجوا المدير يسخف عليهم كل شوية. ولما مثلا يتجوزوا ويفتحوا بيوت هيعملوا المسؤوليات اللي عليهم، وهيقلل كتير من الخناقات الزوجية في حياتهم بإذن الله. في بس ملحوظة صغيرة: طبعا لو ابني أو بنتي في مادة معينة بيحبها وشاطر فيها، اساعده ان هو يحبها اكتر، واجيب له مكافآت على النجاح فيها، واتواصل مع المدرس ولا المدرسة بتوعه في المدرسة بتوع المادة دي، اطلب منهم يخلوه يتفاعل في الفصل اكتر، ولو مثلا يطلع قدام المدرسة كلها يتكرم. احاول اركز على التميز في الحتة دي قدر المستطاع، وفي مدرسين محترمين جدا وفعلا بيبذلوا مجهود بزيادة علشان يساعدوا الولاد. فلو عندك الفرصة دي في مادة واثنين وثلاثة، سواء هو شاطر فيهم أو حتى محتاج مساعدة فيهم، لو سمحتي اعملي كده، بس ما تخليش تركيزك بس في الحتة دي، لأنك كده هتبقي بتضيعي عليه فرصة رهيبة إنه يتعلم مهارة السلف ديسيبلين دي أو الالتزام الذاتي، المهارة اللي هتفرق في حياته جدا وهتخليه إنسان ناجح وفعال في حياته الشخصية والعملية بإذن الله. سلام عليكم.